تفتكر ليه أسعار العربيات المستعملة بقت في الطالع والعربيات الزيرو في النازل؟ معادلة غريبة مش كده؟ السوق كله حاله مقلوب الفترة دي وكل يوم في مفاجآت جديدة من نزول الأسعار في الزيرو وتمسك أصحاب المستعمل بسعر عالي علشان ما يخسروش. بس يا ترى إيه السبب وإيه الوقت الصح للشراء دلوقتي؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا فتابعنا. سوق العربيات في مصر دلوقتي بيمر بمرحلة ممكن نسميها تصحيح مسار بعد سنين من زيادات غير مبررة في الأسعار، سواء بسبب التضخم العالمي أو أزمة مرونة سعر الصرف. ومع إن في ناس كتير كانت شايفة إن الأسعار وصلت لمستويات صعبة جدا، لكن مؤخرا بدأنا نشوف تغيرات ملموسة زي دخول موديلات جديدة مجمعة محليا، فتح الاعتمادات المستندية اللي كانت واقفة، وكمان رجوع العربيات المستوردة سواء الأوروبية أو الكورية. كل ده خلق نوع من أنواع التنوع في السوق، خلى المنافسة ترجع بشكل أكبر، وطبعا ده خلى الأسعار تنزل. لكن رغم كل ده سوق العربيات المستعملة لسه ما انخفضش بالشكل اللي الناس مستنياه، والسبب في ده إن في ناس اشترت عربياتها بأسعار غالية وقت الأزمة، فطبيعي يتمسكوا إنهم يبيعوا بسعر قريب من اللي دفعوه. ومع ذلك المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات قال إن سوق المستعمل فعليا نزل حوالي 25% من بداية السنة، وممكن يوصل لانخفاض ل 30% كمان في النص التاني من 2025. وضح ان السبب الرئيسي للانخفاض ده ان عندنا دلوقتي حوالي 7 مصانع جديده بتنتج عربيات محليه، وبنهايه السنه العدد ده هيكون 10 مصانع، كلها هتكون تحت شعار صنع في مصر، وده عامل ضغط كبير على السوق. اما العربيات الزيرو فالوضع مختلف شويه، لسه في علامات وشركات بتبالغ في اسعارها وبتسعر فوق الطبيعي، بس في نفس الوقت في علامات تانية بدأت تدخل منافسة وتخفض الأسعار علشان توصل للمستهلك. أبو المجد قال اللي عايز يشتري عربية دلوقتي فالأفضل يشتري الموديلات اللي أسعارها 1.5 مليون وأقل، لأن ده الوقت المناسب ليها. إنما اللي فوق 1.5 مليون الأحسن يستنى شوية، لأن في ماركات جديدة داخلة السوق من وكلاء ومصنعين، ودي هتعمل منافسة وتخلي الأسعار تنزل أكتر. الحكومة كمان دخلت على الخط بمبادرة تخفيض الأسعار اللي أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية، واللي خفضت أسعار العربيات المستوردة والمحلية بنسبة ما بين 10% ل 20%. ده معناه إننا داخلين على فترة هيكون فيها توازن في السوق، واللي كان بيفكر يشتري عربية ممكن يعتبر الوقت الحالي فرصة كويسة، خاصة العربيات اللي هي أقل من 1.5 مليون. دلوقتي قولنا رأيك في أسعار العربيات، شاركنا بتعليقك.